اعمل حلقة عن ايه؟ مش لاقي موضوع اتكلم فيه، بكتب من الصبح زهقت. ويا ريتني بكتب، عمال اشخبط واخرف حاجة نيلة. بس والله انا ممكن اكتب كل الافكار اللي جت في دماغي من ساعة الصبح، واكيد هيطلع منها حاجة تتعمل يعني. تعال نجرب. ايه ده؟ لا، ده القلم فضي. ياه، ايه اليوم ده؟ مش مهم بقى، خلاص هجيب قلم الدرج. ايه ده؟ ايه اللي جاب دي هنا؟ ده انا بقالي كتير قوي ما شفتهاش. طب والله فكرة، طب ما نعمل حلقة عن كارز وعن نظريات المؤامرة اللي حوالين الفيلم، ان هل الذكاء الصناعي يبدل البشر بالعربيات؟ طب هما بيشوفوا ازاي؟ من عينيهم ولا من الكشافات ولا من المرايات؟ تعال نجرب. نظريات مؤامرة ايه وهبل ايه اللي انا بتكلم فيه؟ ما كتبتش حاجة، اليوم ضاع. شكلها لا فيها كتابة ولا تصوير. يبقى نلعب بقى، ولا هنصور ولا هنكتب، يبقى هنلعب. بس تصدق الفيلم ده غريب قوي. يعني انا متعلق بيه من وانا صغير وعمري ما فهمت ليه. يمكن عشان كنت طفل صغير بيتفرج على العربيات بتسابق بعض والوانها جميله. بس لا، حاسس ان الموضوع اعمق من كده بكتير. حاسس انه علمني ازاي اكون انسان احسن. حاسس انه علمني ازاي اكون رياضي احسن. يمكن عشان كنت بلعب رياضه وانا صغير فتعلقت بيه. وازاي ده فيلم الانيميشن الوحيد اللي بيتكلم عن الرياضه والرياضيين. يمكن عشان كده هو فيلم مميز، ويمكن عشان كده برضه هو اندر ريتد. مش عارف. بس دول اخر قطعتين. كده الصوره وضحت قدامي. عرفت انا هتكلم عن ايه في حلقه النهارده. الواحد بيلاقي الالهام في اماكن غريبه، بس برافو عليا، يستاهل واحده. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه روبابيكي، قناه ما بنفهمش فيها في اي حاجه بس بنتكلم في كل حاجه. طبعا زي ما انتم شفتوا من عنوان الحلقه والانترو والثمبنيلز، احنا النهارده جايين نتكلم عن سلسله افلام كارز. وليه سلسله الافلام دي مميزه واندر ريتد في نفس الوقت في ضمن عالم بيكسار. اول حاجه نتكلم عليها، اول حاجه هتلاحظها عن سلسله الافلام دي، هي الفارق الزمني بين كل جزء والتاني. هتلاقي الفاصل الزمني بين كل فيلم والتاني قليل بالنسبة للمعدل الطبيعي بتاع افلام بيكسار، لان بينزل فيلم كارز الاولاني سنة 2006، بعد كده بينزل السيكوال بتاعه سنة 2011، يعني فرق 5 سنين. كده بنقفلهم تريلوجي بالفيلم الثالث سنة 2017، يعني الفرق بين الاولاني والتاني 5 سنين، والفرق بين التاني والتالت 6 سنين. وده في عرف الوقت الزمني بين افلام بيكسار قليل، لان انت لو خدت الافلام اللي ليها سيكوالز او الافلام اللي مكونه من كذا جزء هتلاقي ان الفرق الزمني بينهم بيبقى كبير. ان انت عندك مثلا فايندينج نيمو، اول واحد 2003، تاني واحد 2016، يعني الفرق 13 سنه. عندك ذا انكريدبلز 2004 و2018، يعني الفرق 14 سنه. عندك انسايد اوت، اول جزء كان 2015، تاني جزء كان 2024، يعني 9 سنين. عندك برضو مونسترز يونيفرسيتي ومونسترز انك اللي هم شركه المرعبين المحدوده. عندك الجزء الاولاني كان 2001 والجزء الثاني كان 2013، يعني فرق 12 سنه. وطبعا السلسله الاشهر على الاطلاق توي ستوري. توي ستوري ليها قصه مختلفه، لان اول فيلمين الفرق بينهم اقل عدد سنين في كل اللي احنا قلناهم دول، لان هو الفرق بينهم 4 سنين. الاولاني كان 95، الثاني كان 99. وده كان بسبب ان بعد نجاح الجزء الاولاني قوي كانت بيكسار عايزه، لان ده كان من اول الافلام اللي تنتجها بيكسار، فكانت عايزه تعمل انتاجيه كبيره وتبدا تكسب جمهورها، فكان لازم يتم انتاج الفيلم ده بسرعه جدا، فتم انتاجه بعديها ب4 سنين على طول. لكن بعد كده هتلاقي ان الجزء الثالث مثلا 2010، يعني بعد مرور 11 سنه. الجزء الرابع 2019، يعني الفرق بينه وبين الجزء الثالث 9 سنين. فهي بيكسار بتحب بين الاجزاء تاخد وقتها. اشمعنى في كارز السلسله كلها محطوطه في رينج ال9 سنين؟ ده يرجع لعده عوامل. اول حاجه ان انا اعتقد ان بيكسار وهي بتنزل الفيلم كانت عارفه ان جمهور الفيلم ده هو الجمهور بتاع دلوقتي، هم اطفال الفتره دي، لان الفيلم ده مش هيعلق مع الاطفال دول لحد ما يكبروا. مش هيبقى زي توي ستوري او ذا انكريدبلز او فايندينج نيمو، مش هيبقى زي الافلام دي. الصغيرين لما يكبروا مش هيفضلوا متعلقين بيه. وفي نفس الوقت برضه هو مش فيلم للكبار وصغيرين، يعني هو مش زي توي ستوري بيتكلم على العاب، ده فاحنا كلنا كان عندنا العاب اذا كنا صغيرين ولا كبار، فهو فيلم للكبار والصغيرين. لا، هو فيلم للصغيرين صرف، فهو جمهورهم الصغيرين بتاع دلوقتي. وطبعا اي فيلم انيميشن في الدنيا اكبر مبيعات ليه مش من تذاكر السينما ولا من المنصات ولا من اي حاجه تانية، بل من الميرشندايز. الميرشندايز ده هي الحاجات اللي انت بتشتريها التابعه للفيلم، اللي هو تشتري على مج عليه بودي ووز،
تشتري عروسه على شكل مارد وشوشني، تشتري عربيه زي ماكوين. الحاجات دي هي اللي بتكسب اكتر حاجه، فلذلك هم كانوا عايزين يستفيدوا بالميرشندايز ده جدا. فده كان لازم يكون ان اللي اتفرج على اول فيلم الكارز وهو طفل يتفرج على الثالث وهو طفل برضه. لذلك كانت الانتاجيه غزيره في زمن قليل. بس الفيلم ده اتظلم برضه، لان هي قصته او الكور الاساسي بتاع القصه مش ممسوك قوي زي الباقي. يعني توي ستوري انت تعرف تتكلم عن الكور بتاع القصه ان هو بيتكلم عن العابنا واحنا ازاي بنكبر، والتغيير هو سنه الحياه، وان انت لما بتكبر بتتخلى عن العابك اللي هي كانت ممثله كل طفولتك. فبيتكلم عن الطفوله بشكل ما وعن الصداقه. وكارز برضو مش زي ذا انكريدبلز، مش بيتكلم عن العيله وازاي العيله اهم حاجه، فهو بيتكلم في حاجه مختلفه شويه. الفيلم ده قصته في الاساس لو ركزت هي حياه الرياضه والرياضيين بشكل عام. حد كان بيلعب رياضه اللي هو ملتزم ولازم يروح التمارين وبيلعب ماتشات هيحس باللي انا بقوله ده، خصوصا ان انا كمان كنت بلعب رياضه، فعارف الفكره بتاعت الفيلم لمستني كمان في الحته دي. ان انت اي رياضي في الدنيا وهو صغير بيبقى فيه الاندفاع، وان انا لا انا لازم اكون احسن واحد، وانا لا انا مش لازم اكون انا احسن واحد وهثبت لكل الناس ان هي غلط، واللي انا طالع عليه ده حتى لو عنده خبره عني انا احسن منه. بيبقى في حته الايجو دي، ودي اللي كانت موجوده اللي شفناها ان برق بنزين عنده في اول جزء. كان في الجزء الثاني لما بتبدا تعقل بتعرف ازاي تستخدم امكانياتك في حدود الموقف اللي انت فيه. بعد كده لما بتبدا تكبر وتعجز ويبدا جسمك مش شايلك لازم تبدا تلعب او تتعامل بذكاء شويه. ده بنشوفه في الجزء الثالث. طبعا حياه اي لعيب بيخلص في ليفل عالي بيبقى مدرب، وده شفناه برده في الجزء الثالث. الفكره ان الفيلم ده يعتبر الفيلم الانيميشن الوحيد اللي بيتكلم عن الرياضه والرياضيين وحياتهم ومصاعبهم، ودي حاجه غريبه لان ده جزء كبير من طفوله اي طفل في الدنيا. لازم معظم الاطفال بتلعب رياضه وهم صغيرين. ازاي ما فيش فيلم يتكلم عن ده؟ هو فيه، وهو فيلم كارز، بس الناس مش واخده بالها من ده. لان الفيلم ده اقوى حاجه فيه هي عامل الروشنه بتاع العربيات. انت برضو طفل داخل تتفرج على فيلم انيميشن كله عربيات وسباق وحركات جميله كده، اقعد اتشقلب والف في الرمله والوان جميله وبتاع. بس فكره الكور الفيلم الاساسي ده اللي ما جذبش قوي الناس الكبار، لان كوره مش واضح متغطي جوه روشنه والوان العربيات دي كلها. برضو فيلم كارز فيه كمان حاجه مميزه جدا مش موجوده في معظم او يمكن كل افلام بيكسار، وهي الون مان شو. انت في كل الافلام انت هتلاقي اذا كانت سلسله او مش سلسله مفيش ون مان شو، مفيش واحد لوحده هو اساس الفيلم. دايما يا معاه سايد كيك يا اما بطوله مشتركه زي مثلا وودي وباز، شلبي سلوفان ومارد وشوشني، العيله كلهم بتوع ذا انكريدبلز، راتاتوي مثلا، لينجويني ذات نفسه والفار ريمي. انما ماكوين لوحده هو الفيلم كله بيدور حواليه. وبالدليل ان انت لو غيرت شخصيه او شكل اي عربيه تانية الفيلم يمشي عادي. يعني خلي ماكوين زي ما هو وامسك ماطم مثلا، خليه بدل ما هو اسمه ماطم وعربيه نقله قديمه وغبي خليه مثلا لودر اصفر بنضاره ودحيح. يعني لا يعني دحيح، الفيلم هيمشي والكوميديا تطلع من عنده. غير سالي مثلا كان بيحبها، خليها بدل ما هي بورش خليها مثلا عربيه تويوتا كرولا يعني هي مسحوبه مثلا، خلصنا يمشي الفيلم. انا ناخد لفه بقى كده ايه في احداث الفيلم ونتعمق فيها شويه مع الشخصيات. يلا بينا نخش في تفاصيل الحدوته. مبدئيا احنا هنمسك الافلام. اول حاجه الفيلم الاولاني زي ما قلنا هو بيتكلم عن الرياضي اللي لسه طالع، قدراته كويسه وعارف ان هو عنده بوتنشال حلو، فعنده سنه التكبر اللي هو حتى لو انت عندك خبره انا احسن منك. الفيلم ده كان مهم لان هو فيه كل العوامل الموجوده بتاعت بيكسار. فيها الموراليتي ان هو عايز يعلمك حاجه ان انت تفضل هامبل وان الرياضه اخلاق والكلام الحلو ده كله. حتى لما كينج اتشقلب راح وصله للسباق وخسر طلع الثالث بس كسب الجمهور كله. فيها عوامل الابهار البصري، فيها شخصيات جامده قوي وفيها شخصيات لذيذه جدا تتعلق بيها، فيها كل العوامل. فالفيلم ده كان مهم جدا لجذب كل الناس ومحبين كارز، خصوصا كمان رحله ماكوين في التطور ان هو يبقى انسان احسن ورياضي احسن. نبع الرادياتير ده كانت حاجه عظيمه، حاجه ملحميه جدا. اصلا اختيار اسم نبع الرادياتير دي خطيره، يعني هي مش نجع هو نبع ورادياتير. فالفيلم الاولاني مفيش فيه اي مشكله لان هو فيلم بيكسار صرف حلو جميل، فيه موراليتي، فيه احداث جميله، فيه حاجات روشه، فيه شخصيات تتعلق بيها، فيه كل حاجه انت هتستناها من فيلم بيكسار. الازمه بتظهر في الفيلم الثاني لان الفيلم الثاني خرج بره الطريق اللي المفروض تمشي عليه سلسله افلام كار، لان الفيلم ده بقى معظمه مش عن السباق والعربيات وماكوين والرياضه والاخلاق الرياضيه، ما بقاش عن ده خالص. بقى عن ان ماطم اطلق بطريقه متخلفه جدا بتظهر في الافلام المصريه كلها زي كتكوت زي كل الحاجات دي، ومهمه جاسوسيه عن البنزين اللي بيفجر العربيات وبتاع. كان في حاجات كتير بتضحك في الجزء الثاني لما راحوا اليابان وماطم بيتعامل. المشهد بتاع الحمام ده خطير، ده بيضحك جدا حتى لو انت كبير وشفته هتضحك.
بقينا بنعيش في ده في الفيلم، بقى ده اللاين الاساسي او ده الخط الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه. وسباق ماكوين مع فرانشيسكو مع الحاجات دي كلها جزء لاين جانبي بنخش فيه كده من عشان نمشي احداث القصه، عشان نمشي الحكايه بتاعت موتب. الجزء ده بوظ سمعه السلسله، بقى حته ان لا كارز مش فيلم عميق، كارز فيلم اهبل، فبوظ سمعه السلسله اللي هي المفروض كانت تاخد سكه الرياضيين اكتر. بس ستيل هو حافظ عليها بحته السباق بتاع ماكوين، وحته ان هو وراك قد ايه هو بيستخدم عقله زي ما بقى يستخدم قدراته، وقد ايه بقى راسي زي التريلا، سريع زي السهم، بقى يوريك ده. بس ستيل مش ده التركيز بتاعنا، احنا ما بقيناش مركزين مع ماكوين. اتعملت بشكل حلو ان احنا مش مركزين مع ماكوين زي ما ماطم مش مركز مع ماكوين. ماشي اتلعبت حلو، بس مش ده فانز الافلام مش عايزه ده. الاطفال الصغيره اللي بتلعب رياضه او متعلقه بالرياضه، او لو حد كبر شويه لما شاف فيلم وهو صغير كبر شويه فبقى مراهق وبيتفرج على الجزء الثاني، مش هيبقى عايز يتفرج على ده، لانه كده قلب فيلم طفولي بحت. لذلك باظت سمعه السلسله من هنا. بس كده كده الجزء الثاني ده مضروب بالنار، بس انا ستيل بحبه لان هو روش جدا وحلو جدا. يعني حتى لو ما حبيتوش كفيلم وعمق والحاجات بتاعت بيكسار دي، هتحبه كتسليه. بس ننتقل للجزء الثالث. الجزء الثالث ده اتظلم جدا لان الجزء الثاني بوظ سمعه السلسله، انما الجزء الثالث لوحده حلو جدا جدا جدا. بيتكلم على ان ازاي ماكوين بقى زيه زي دوك هاتسون او دكتور توسون الدبور، في حته ان هو خلاص بيتقاعد والاصابات خلصت عليه، فهو يعمل ايه؟ هو لازم يلعب بخبراته اللي جمعها طول السنين دي كلها وبدا يتعلم ده. فده برضو ايه زي ما قلنا بيتكلم على حياه الرياضي في اخر كاريره، فستيل حافظنا على ده وشفنا منه كتير، عشنا معاه كتير. خصوصا كمان ان المتعارف عليه في اي رياضه في الدنيا اللعيب الجامد لما بيفنش بيدرب، وده اللي حصل لماكوين. فالفيلم ده حلو جدا جدا جدا، بس اتظلم بسبب اللي حصل في الفيلم التاني. فالافلام عندها عمق وعندها رساله وعندها كل حاجه، بس الفكره ان هم برضو حاولوا يحققوا فلوس اكتر ما يحققوا اللي الفانز عايزينه. عشان كده في وسط افلام بيكسار فيلم كارز بيتنسي او بيتحط في الاخر او لذلك مثلا وانا بتفرج على حلقه دور 16 بتاعت استاذ محمود مهدي بحبه جدا 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 وانا فان كبير ليه. الحلقه دي كارز خرج بسرعه جدا، حلقه افلام بيكسار كارز خرج بسرعه جدا، وانا كنت متضايق جدا جدا جدا. بس في ظل ما انا متضايق انا ستيل مقدر ان ده صح، ان فيلم كارز قدام اي فيلم تاني من بيكسار يخرج مستريح بسبب اللي هم عملوه فيه. بس انا ستيل بقدر الفيلم ده وبحبه جدا، وعندي منه اصلا ميرشندايز. يعني انا شفته في اول الفيديو البازل، وشفته العربيات، عندي مج بس للاسف لسه شارب فيه يعني ممكن ابقى اوريه لكم على تيك توك ولا حاجه، يعني احط لكم كده كده لينك القنوات في الديسكريبشن او هنا، يعني لسه مش عارف. فالفكره ليه فيلم كارز مميز ان هو الفيلم الوحيد اللي بيتكلم عن الرياضه والرياضيين، اللي هي جزء اساسي من حياه اي طفل او من حياه اي مراهق. يبقى ده الفيلم الوحيد اللي بيتكلم عنه مثلا هو وتيربو على ما اتذكر، وكلها برضو سباقات وعربيات وكده. ودي حاجه غريبه، لان حلاوه الفيلم ده ان انت لو شلت العربيات وحطيت مكانه اي لعبه فرديه الفيلم هيمشي وهيبقى فيلم حلو. حتى لو حولته فيلم لايف اكشن، لو خليت السباق العربيات ده عدائين اللي هم الناس اللي بيمارسوا رياضه الجري، هيمشي الفيلم عادي خالص. لو خليته مثلا بيلعبوا قفز بالزانه ولا قفز عالي ولا قفز طويل ولا اي لعبه فرديه ولا شيش ولا اي حاجه، الفيلم برضه هيبقى جامد وهيمشي وهيبقى حلو. واللي خلاني اتكلم عن الفيلم ده انا بحبه جدا ومتضايق ان هو مظلوم اعلاميا، فحبيت ان انا اشارك الناس افكاري عنه يعني. وبس. ودي كانت حلقه خفيفه لذيذه كده، انا حبينا نهدي الجو برضو بعد حلقه الروك الدسمه جدا، كانت تقيله وطويله. فاتمنى لو حد مهتم يعني بالروك يروح يبص على الحلقه. والمناسبه في حته اغنيه اللي هي لايف از هاي واي في كارز 1 تحفه تحفه تحفه، يعني دي انا بقى بعشقها. يعني لو حد فاكرها هيعرف انا بتكلم ليه الاغنيه دي حلوه. بس كده، لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. قولوا لنا في الكومنتس ايه رايكم عن الفيلم، ولو عايزين نتكلم عن حاجه تانية. وتابعونا بقى على السوشيال ميديا اذا كان فيسبوك تيك توك انستجرام، واحط لكم اللينكس هنا او في الديسكريبشن زي ما قلنا. وبس كده، سلام.